لسه تعبان يا محمود؟ اه والله يا داليا مش قادر والله. يعني مش جاي الشركة النهاردة؟ هيجي ازاي بس يا بنتي؟ ده سخن مولع وحرارته عالية. خلاص يا محمود، انت ارتاح النهاردة وانا ان شاء الله هحاول ان انا اشيل شغلك. وقولي لابوكي كمان، قولي له معلش يا بابا، محمود بس تعبان ومش هيقدر يجي النهاردة. بابا مش هيقول حاجة يا ماما، طالما تعبان بجد مش هيقول حاجة. لا، ما احنا عارفين ابوكي هيقعد يبرطم كتير، دايما بيجي على محمود كده ومش طايقه. ليه بس كده يا ماما؟ هو بس مش عاجبه ان هو بيجي متأخر وما بيشوفش شغل كويس، ده بس اللي مضايقه. انا ما بشوفش شغلي كويس يا داليا. هو اللي بيقول يا محمود مش انا عارفة ان انت بتعمل اللي تقدر عليه عشان تطلع شغل كويس، بس هو ابوك كده بقى عصبي شوية. ما علينا، انا هروح ان شاء الله وهقول له ما تقلقش، وباذن الله هحاول اشيل الشغل مكانك. ربنا يخليك يا حبيبتي. ايه بيخلي بالك منه يا ماما، اعملي له شوربة بقى ولا حاجة، وما تنسيش الدواء. حاضر يا حبيبتي، انت بتوصيني على ايه بس؟ يلا مع السلامة. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا داليا. اتفضل يا بابا، ده دفتر الحسابات. رجعتيه؟ ايوه رجعته، بس للاسف في حاجه، وانا براجع حسابات المخزن اكتشفت ان في عجز في الجرد، في فرق مبلغ مش مسجل في الحسابات. يعني ايه يعني؟ وريني كده. اه فعلا، دي عملة اخوكي اكيد، عمال يسحب فلوس وخلاص من المخزن. لا يا بابا حرام عليك، ده حتى محمود تعبان قوي النهارده وما جاش والله. وده ايه علاقته بكلامي؟ لا هو محمود هو اللي سحب فلوس. ماشي لما نروح له البيت، بس اتفضلي خدي الدفتر، لو عرفتي بقى تشيلي شغله هو كمان شيليه. ما انا قلت له كده يا بابا، قلت له هحاول اشيل شغلك. تمام ماشي. بعد اذن حضرتك. ماشي يا استاذ محمود، ماشي معطل لي الشغل وبتسحب فلوس من ورايا. ماشي ماشي. انا مش فاهم حاجه من اللي انت بتقوليه ده يا امي. يا واد افهم، ما تخليش مخك تخين، افهم. اسمع مني، بنت عمك دي هي مفتاح كل حاجه. مفتاح ايه؟ مفتاح الشقه. المفتاح ايه قال؟ مفتاح الخزنه اللي فيها حقك وحق ابوك. يعني ايه؟ انت عايزاها تسرق يعني ابوها وتدينا؟ ابوها؟ يا حبيبي دي فلوسنا، ورث ابوك الله يرحمه، اللي ابوها حطه كله في جيبه، وحقنا من ايرادات الشركه اللي ورثها هو اصلا عن ابوه. انت فاكر ان الشركه دي بتاعته؟ دي بتاعت ابوه يا حبيبي، يعني بتاعت جدك. احنا لينا نصيب من ايرادات الشركه، المفروض ناخد زينا زيه، لكن هو واخد الفلوس كلها حاططها في جيبه. طب ما ناخد حقنا بالمحاكم احسن يا امي، يعني الموضوع يبقى كده قانوني. محاكم؟ موت يا حمار، المحاكم يا اخويا يومها بسنة، ده القواضي بتفضل قاعدة سنين. انت يا اخويا عايز تتجوز وعايز تكون نفسك، بقى عندك 38 سنة، هتفضل مستني القواضي والمحاكم؟ هتتجوز بقى وانت عندك 50 سنة ولا إيه ان شاء الله؟ طب انا اعمل ايه يعني يا امي؟ ايه المطلوب مني؟ المطلوب منك ده انت اساس كل حاجة. هي مش البت داليا دي بنت عمك كانت بتحبك زمان؟ ولما انت خطبت راحت هي كمان اتخطبت، ولما انت سبت راحت هي كمان سابت. ايوه. جميل. الكرة بقى في ملعبك، دي مستنية إشارة منك، هتضحك عليها تقول لها إن أنا هتجوزك، طبعا هتفرح وهتزقطط من الفرحة، بس هتقول لها يا خسارة أنا معيش أتجوزك، وانت أبوك يا راجل مقتدر وهيطلب شبكة ومهر وشقة في أحسن مكان، هجيب منين كل ده؟ هتقوم بقى فاتح معاها الموضوع وتقول لها عارفة لو أبوكي كان عطانا ورثنا كان زماني جايبلك الدنيا كلها ومتجوزك من زمان، ده أنا من زمان وأنا بحبك، وكنت خايفة فتحك في الموضوع عشان انتوا يعني مستواكوا أعلى من مستوانا، ومن الكلام ده بقى هو أنا اللي هقولك يا ولا تعمل ايه؟ برضه هفتح معاها الموضوع ازاي؟ انت ما قلتليش. كل كلامك ان انا بشتكي لها وان انا بعبر لها عن مشاعري، هقول لها بقى ازاي انا عايز منكم الفلوس بتاعتنا؟ على حسب ردها يا ولا يا عبيط، أنا همشي معاك خطوة خطوة، هتشوف ردها ايه وعلى الأساس ده هنعمل لها الخطة التانية. ما هو انت يعني مش هتقول لها كل حاجة كده من أول مقابلة، هدي على الرز عشان يستوي. امم مش عارف والله. يلا قوم بقى اتصل بيها وظبطوا ميعاد كده عشان تتقابلوا، دي ما هتصدق. حاضر. الو، داليا معايا؟ ايوه مين حضرتك؟ معقول مش عارفه صوتي؟ ايه ساكته ليه؟ اقول لك ايه يا مصطفى، عامل ايه؟ عرفتيني اهو. انا من اول كلمة قالوا قلتها وانا عارفاك، بس قلت اتأكد يعني. اه. طيب انت عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ الحمد لله كويس. ايه اللي فكرك بيا يعني؟ جيتي على بالي كده قلت اما اكلمك واطمن عليكي يعني واسال عليكي. عمي عامل ايه ومحمود ومرات عمي؟ الحمد لله كلنا كويسين. إيه دايما يا رب. بقولك ايه يا داليا، انا عايز اشوفك. تشوفني؟ ايوه. مالك مستغربه؟
لا ابدا، بس يعني مش عارفه. لو في مشكله خلاص اعتبريني ما قلتش حاجه. يمكن انت مرتبطه وخايفه يعني احسن يشوفك معايا. لا لا لا، انا مش مرتبطه ولا حاجه. خلاص حدد الميعاد والمكان وان شاء الله هنتقابل. ازيك يا داليا؟ الحمد لله يا مصطفى، ازيك انت؟ لما شفتك بقيت احسن. بس ايه الحلاوه دي؟ انت حلوتي قوي. ليه؟ هو انا كنت وحشه؟ مين اللي قال كده؟ طب ده انت مزة العيله. بس اقصد يعني انك حلوتي اكتر واكتر. ربنا يخليك يا مصطفى، شكرا. تيجي نقعد هنا شويه، الجو جميل. ماشي، زي ما تحب. لا، زي ما تحبي انت. اي حاجه انت عايزاها انا هعملها لك. عادي نقعد، ماشي مفيش مشكله. بس يا ستي، وده بقى كل اللي حصل لي في السنين اللي فاتت. فانا كنت محتاج يا داليا حد يحبني من قلبه، حد يخاف عليا واخاف عليه، تكون بينا مشاعر بريئه حقيقيه صادقه، مشاعر نابعه من القلب، مش مصالح. انا مش عارف ليه النهارده سبحان الله عمال احلم بيكي، واول ما صحيت كنت عمال افكر فيكي وكان لازم اكلمك. كنت حاسس انها اشاره من ربنا، وقصده يقول لي ان هي دي يا مصطفى، هي دي اللي هتسعدك، هي دي اللي هتحبك من قلبها. انت لفيت كتير ودورت كتير وما لقيتش الحب الحقيقي. يعني انت يا مصطفى عندك مشاعر من ناحيتي؟ ومشاعر قويه جدا. نمت صحيت لقيتني بفكر فيكي ونفسي اشوفك، ووحشاني سبحان الله. لما النصيب بيجي ما بنعرفش هو جاي منين وازاي. صدقيني يا داليا، انا النهارده حاسس ان انا بحبك قوي. ولما شفتك حسيت ان انا اتخطفت كده، كاني لاول مره بشوفك في حياتي. داليا، انا عايزك تبقي معايا وجنبي، ومش عايز اي حد ياخدك مني، وعايزك تكوني ليا. موافقه يا داليا؟ ايوه طبعا يا مصطفى، موافقه. انت عارف يعني مشاعري ناحيتك من زمان. هو اي نعم ما كنتش ببين قوي، بس يعني كان الكل ملاحظ. انا عارف يا داليا، وانا كنت حمار اني ضيعتك من ايديا، وانا جاي دلوقتي بصلح غلطي وهعوضك عن كل اللي فات. تعالى تعالى خش يا ولا ادخل. ايه يا امي، في ايه؟ اهدي عليا شويه، مش قادر اخد نفسي. تعالى اقعد، لسه هتتنفس؟ اقعد. قد كده مستعجله عايزه تعرفي؟ ايه اللي عايز اعرف؟ ده مستقبلك يا حبيبي، مستقبلنا. اطمني، كل حاجه ماشيه زي ما انت عايزه وزي ما خططنا لها. بجد؟ طب احكي لي اللي حصل. سويتها لك على الاخر من كل ناحيه، خلاص بقت جاهزه. قلت لها كل الكلام اللي قلته لك؟ ايوه، قلت لها كلام من عندي كمان، وخلاص مفيش خطط تانية، دي الخطه الاولى والاخيره. سلمت من اول مقابله وهتدينا الفلوس. يا الف نهار ابيض، الحمد لله يا رب، اخيرا حقنا هيرجع. شفت بقى خطط امك؟ ما خدش معانا الموضوع يوم، 24 ساعة والفلوس هتكون عندنا. مش تقولي محاكم وقواضي؟ اسكت اسكت يا خايب. والله معاكي حق يا امي، ده انت طلعتي مش سهله. وقالت لك هتديلك الفلوس امتى؟ هي قالت لي كل شهر هديلك مبلغ. هي واخوها ماسكين الحسابات، وعشان ابوها ما يشكش في حاجه، لو كل شهر مبلغ بس اتاخد مش هيحس، لكن لو دفعه واحده هياخد باله طبعا. وقالت لي انها بتراجع الحسابات وكل يوم بتروح تودي له الدفتر، بس الايام اللي جايه مش هتعمل كده، هتقول له انا براجع الحسابات ومفيش اي مشاكل فيها. هي قالت لك كده؟ ايوه يا امي والله. طيب فرحني، اول دفعة هتاخدها امتى؟ بكره ان شاء الله. ما قالتلكش كام؟ لا ما قالتليش، بس عادي اي حاجه يعني احنا هنتشرط. ايوه طبعا، الحمد لله يا رب. شاطر يا ولا، تربية امك. وحشتيني. وانت كمان وحشتني قوي يا مصطفى. اتفضل، دول 40,000 وكل شهر ليك عندي زيهم. والله ما عارف اقولك ايه يا حبيبتي، انت فعلا السند والظهر اللي انا اتحرمت منه طول عمري، ومهما عملت عشانك مش هوفيكي حقك. ما تقولش كده يا مصطفى، انت مش عارف معزتك عندي قد ايه. انا وقفت جنبك وساعدتك لما عرفت ان ده كان حقكم، وبابا كان واخد منكم الورث. وغير كده انا بحبك يا مصطفى، واي حاجة هتساعدك هعملها. ربنا يخليكي ليا يا داليا وما تحرمش منك ابدا. اما الشغل النهارده كان مقرف بشكل. اه والله يا محمود، ده اليوم ما كانش بيعدي من كتر الشغل. ليه بقى اشمعنى النهارده؟ الحمد لله على السلامه يا بابا. انت يا استاذه داليا، نعم يا بابا. انت بتراجع الحسابات ولا لا؟ ايوه يا بابا، براجعها كل يوم. وما بتدينيش اراجع وراكي ليه زي كل مره؟ انا براجع الفواتير يا بابا، ومش بلاقي يعني اي عجز ولا حاجة، فبقول مش لازم يعني. مش لازم ولا عشان تداري على اخوكي؟ اداري على اخويا؟ كل شهر يسحب لي فلوس قد كده وانت تداري عليه. ايه اللي حضرتك بتقوله ده يا بابا؟ ولا كلمه. انا جاي لك دلوقتي، حصل ولا ما حصلش؟ لا والله يا بابا، ما حصلش. اسمعي، انت مش امينه. لما امنك على الحسابات والمخازن واخوك يدخل ياخد ويقش كل شهر وانت تداري عليه، يبقى انا ما اثقش فيكي تاني. اما انت بقى
تعالالي. يا بابا سيبه في ايه؟ مش عايز اسمع نفس حد فيكم. قول لي بقى، بتاخد الفلوس من ورايا وبتسرقني وبتودي الفلوس فين؟ النهارده يا قاتل يا مقتول. ما تنطق يالا. والله يا بابا هي مره واحده بس خدت فلوس، وكنت بسلف واحد صاحبي يعني، وقال لي اول ما يبقى معايا فلوس هرجعهم لك. والله العظيم من ساعتها ما مديت ايدي تاني. كذاب، اللي ياخد مره ياخد الف. انت شكلك عايز تتربى من اول وجديد. يا بابا يا بابا سيبه. ولا كلمه، مش عايز اسمع صوت. يا بابا سيبه عشان خاطري سيبه. يا بابا عشان والله ما خاطري خدت حاجه والله. يا بابا انا هقول لك على كل حاجه. انا اللي خدت الفلوس يا بابا. نعم، انت اللي خدت الفلوس ولا بتقولي كده عشان تداري عليه؟ لا يا بابا والله العظيم انا اللي خدت الفلوس. محمود ملوش ذنب في اي حاجه. بتسرقيني يا داليا؟ دي اخرتها؟ وكنت بتاخدي الفلوس دي توديها فين؟ مش مهم يا بابا بوديها فين، المهم انا اللي خدت الفلوس دي. وكمان بجحة. اطلعي بره البيت ده، انا مش هربي واحده حراميه في بيتي. يلا بره. مين؟ داليا؟ مساء الخير يا مرات عمي، ممكن ادخل؟ تعالي. خير في ايه؟ انا بابا ضربني وطردني من البيت لانه عارف الفلوس اللي انا كنت باخدها وبديها لمصطفى. وجايه لنا بقى عايزه ايه؟ عايزه الفلوس يعني ولا ايه؟ لا. هو مصطفى فين؟ داليا؟ في ايه يا داليا، مالك؟ الحقني يا مصطفى، بابا عارف كل حاجه، عارف اني كنت باخد فلوس وبديها لك وضربني وطردني من البيت. ايوه عايزانا نعمل لك ايه يعني؟ مش فاهمين. انا بقول يعني مصطفى يتجوزني واعيش معاكوا هنا. انا مش محتاجه اي حاجه، ولا شبكه ولا مهر ولا اي حاجه. انا بابا طردني بالهدوم اللي عليا ومعيش ولا مليم. اروح فين بس دلوقتي يا مرات عمي؟ فانا فكرت في الحل ده يعني، وانا ومصطفى بنحب بعض وهنستحمل اي حاجه. انت صدقتي يا اختي؟ يا مصطفى دي صدقت. قصدك ايه بصدقت دي؟ يعني يا حبيبتي مصطفى كان بيعمل عليكي لعبه عشان يرجع حقه وحق ابوه، وانت بقى صدقتي وجايه عايزه تتجوزيه؟ عبيطه انت ولا ايه؟ بقولك ايه، احنا ناس عايشين في حالنا، مش عايزين مشاكل بقى وقرف. انت جايه يا اختي ترمي بالك علينا؟ ايه اللي حضرتك بتقوليه ده؟ صحيح الكلام ده يا مصطفى؟ انت كنت بتلعب عليا عشان ارجع لك الفلوس؟ رد يا مصطفى. هيرد يا اختي يقولك ايه؟ ما هو ساكت اهو، السكوت علامه الرضا زي ما بيقولوا. يلا يا حبيبتي بقى طرقين عشان مش عايزين مشاكل ومش ناقصين صداع. احنا خدنا اللي احنا عايزينه، مش عايزين بقى مشاكل وجع راس. يلا يا ماما متنحيش كده، اطلعي انصدمي بره. الو. ايوه يا محمود، مين معايا؟ انا مصطفى ابن عمك. اهلا يا مصطفى. خير يا مصطفى، في حاجه ولا ايه؟ بقول لك، هي داليا روحت البيت؟ داليا؟ ايه ده، انت عارف ولا ايه؟ رد يا محمود، داليا روحت البيت ولا لا؟ ايوه بس احنا مش في البيت دلوقتي. امال انتوا فين؟ في المستشفى. المستشفى؟ ليه، في ايه يا محمود؟ داليا اول ما دخلت البيت وقعت من طولها ونقلناها المستشفى. انت بتقول ايه؟ مستشفى ايه؟ انا جاي حالا. داليا، الف سلامة عليكي يا حبيبتي. انت ايه اللي جابك؟ انا مش عايزه اشوفك. عشان خاطري يا داليا سامحيني، عشان خاطري انا والله العظيم حبيتك بجد. لسه جاي تمثل عليا تاني؟ انت ايه، شيطان؟ والله العظيم يا حبيبتي المرة دي ما بمثل. يمكن في الأول كنت بمثل عليكي، لكن دلوقتي والله العظيم بتكلم بجد. أنا حبيتك قوي ولازم نتجوز. عمري ما هتخلى عنك. داليا يا حبيبتي بصيلي، والله العظيم ما هتخلى عنك أبدا، ومش هتكوني لحد غيري، وأنا مش هكون لحد غيرك.